انا شخصيا تنقول داك الشخص اللي دا ليا الفلوس ديالي، تنقول له انت كتصلي قيام الليل وكتصلي الفجر وكتحسب التسبيح وكتنوي في بالك غادي تمشي للجنه، ولكن يكون اكيد ما غاديش تمشي للجنه، لان انت غدرتي في الامانات، ديتي ليا الفلوس ديالي. راه ما نسمح لك حتى الغدا امام الله تعالى منين نكونوا واقفين قدام سيدي ربي سبحانه وتعالى عز وجل. ملي نكونوا في الحساب والعقاب ديك الساعات غادي نتكلم مع الله عز وجل، نقول له سيدي ربي الحبيب هذا راه دالي الفلوس ديالي في الدنيا، دالي الفلوس ديالي. ملي قلت له اعطيني الفلوس ديالي قال لي ما نعطيلكش، ما عندك ما دير انت بالفلوس، انا ما عندي ما ندير بالفلوس وانت عندك ما دير بهم حتى الغدا امام الله عز وجل، حتى الغدا امام الله تعالى عز وجل. انا راه ما غاديش نعاير لك والديك ولا نسبك لوالديك، لان الوالدين ديالك انا ما شفت منهم غير الخير والاحسان، ديتي ليا ديالي حتى الغدا امام الله تعالى عز وجل. منين نكونوا واقفين قدام سيدي ربي الحبيب في الحساب والعقاب نتكلم مع الله، نقول له هذا الدليل ديالي، هذا لا هذا الدليل ديالي، قول له يعطيني ديالي، يعطيني الحسنات هنا في دار البقاء، حنا دابا في دار البقاء، قول له يعطيني ديالي، ما يعطينيش الفلوس، بغيت الحسنات. هذا راه مجرم تعدى عليه، انا ما قدرتش عليه، ما قدرتش عليه، هو مجرم، هو كان في الدنيا مجرم، ما قدرتش عليه انايا. قول له يعطيني ديالي، ديك الساعات غادي تعطيني الحسنات. انت مجرم، انت مجرم، انت منافق، كتكذب على الله تعالى عز وجل، انت شفار، انت نصاب، انت كتعيش بالكذوب وانت حراميات. وديتي ليا ديالي، انا ماشي مجرم باش غادي نضرب معاك وغادي نبقى طالع معاك هابط طالع هابط في المحاكم. ديتي ليا الفلوس ديالي وديتي لي الفلوس ديالي، كنتكلموا انا والزوجه ديالي كل صباح كتقول لي علاش حسن ما بغيتيش تنسى راه عندك الفلوس. قلت لها ودي الفقصه اللي بقات فيا انا، ما بقاوش فيا الفلوس، راه الفلوس عندي كنخسرهم اصاحبي، بقات فيا الفقصه. علاش يديلي ديالي؟ علاش؟ ما هي السبب من الاسباب؟ علاش دالي ديالي؟ حتى الغدا امام الله تعالى عز وجل.